السلام عليكم احبتي في الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله المشاركه ديال اليوم هو الدجاج البنات المهم محمر بالتغميره ديالو. المهم اول حاجه البنات شرملت الدجاج مثلا بحال البارح شرملته. شرملته مزيان بالشرموله العاديه البنات، ما درت فيه انا كاع داكشي المصنع. درت الزعفران شعره والخرقوم بلدي والابزار والقزبريه بس مطحون، وعندي البنات الابزار والملح والزيت، وعندي الحامض عصرت واحد شويه، ودرت القزبر مقطع رقيق رقيق. صافي البنات وشرملته، ملي شرملته حطيته هكايا في الثلاجه حتى يلغد ليه وشعلت عليه. قطعت عليه واحد البصله كبيره صافي. وبالنسبه للقشيوشات خليتهم يطيبوا بوحديتهم، سلقتهم واحد نص سلقه صافي. ومن بعد البنات مني طاب الدجاج حيدته. وغير ضروري البنات كتذوقوا الملحه واش مالح ولا لا. كيف قلت لكم البنات ضروري ان المريقه ديالكم تكون مالحه شويه باش ما يجي الدجاج ديالكم هكاك مسوس. صافي كتزولوهم من المرق، وهذاك المرق البنات فاش كاين غتزيدوا البصله وتزيدوا شويه ديال الربيع وتزيدوا شويه، المهم بغيتو تزيدوا شويه التوابل انتم على حسب اللي بغيتو. كتخليو الضغميره ديالكم حتى كتخرطر مزيان مزيان. بالنسبه لدوك القشيوشات البنات اللي سلقنا خويهم فوق منهم صافي، وخليهم حتى كتضغمر مزيان مزيان. بالنسبه للبنات نضفت جوج دجاجات، ضيفوا لهم البنات تقريبا 3 البصلات هكا كبار او 4. صافي البنات درت البيض ديال السمان اللي سلقته، وزينت هكايا بشويه ديال الكاشير وبطبيعه الحال هريسه. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.